السلام عليكم متابعين قناة حب رمان. اليوم رجعت لكم مع وصفة جديدة وهي الفيتوتشيني بالدجاج. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة إذا ما مشتركين وتفعيل الجرس واللايك حتى يصلكم كل جديد. المقادير راح أترك لكم إياها بصندوق الوصف، وراح نبدي المعكرونة الفيتوشيني. نسلقها بالمي الحار لمدة 7 دقائق، نخليها على النار ونخلي لها ملح، وهنا نتركها على نار أول مرة بالبداية عالية وبعدين نصيها 7 دقائق 10 دقائق، بس هاي هنا ما تتحمل النوعية مالت المعكرونة. هنا راح نبزلها أو نصفيها من المي مالت الطبخ مالتها، ونبدي نتركها على جهة ونحضر المقادير الثانية. هنا عندنا صدر دجاج غسلناه. هنا كمية الدجاج بكيفكم انتم تستخدموها، هل تريدوها حسب كمية المعكرونة تريدون تزيدون الكمية. أنا هنا هاي صدرين دجاج قطعناها مكعبات صغيرة. هنا عندنا ثوم وزنجبيل مهروس، وهنا خلينا زيت. تريدون تخلون زبد من البداية أو تخلون زيت وتحمسون بالثوم والزنجبيل. فهنا بعد ما بدأ يحمس أو يتغير لونه وياخذ طعم بالزيت وما نريد احنا يكون محترق، فنبدي ننزل عليه صدر الدجاج، مكعبات صدر الدجاج. نبدي نحمس بيها الى ان يتغير لونها وتستوي عندنا. هنا نزلنا عليها بصل. هذا البصل جامد اذا تشوفوه، يعني شكله غريب شوية. هذا بصل عندنا مجمدين وخليه على جهة حضري، يعني وقت ما نحتاجه نقدر نستخدمه. هنا خلينا كركم وفلفل أسود، وبدينا نقلب بيهم إلى أن تستوي عندنا. ومثل ما تعرفون صدر الدجاج يعني ما يحتاج له وقت طويل للاستواء، فيعني شوية ويستوي عندنا. نبدي يعني فترة نقلب به إلى أن يصير عندنا يتغير لونه ويتغير من اللون الوردي إلى اللون الأبيض. هنا خلينا نخلي طحين. هنا راح يصير عندنا شلون صلصة البشاميل، فنخلي طحين واحنا عندنا زيت. راح نضيف له ايضا نخلي له زبد او حتى تصير عندنا صلصة البشاميل. فهنا هاي خلينا زبد وراح يذوب عندنا، ووراها نضيف له الحليب والكريمة. فهنا أنا شوية ويا الطحين نقلبه، وبعدين نخلي له عندنا المواد السائلة اللي عندنا اللي هي الحليب والكريمة الطبخ. تقدرون نص بنص تخلوها، يعني فد قلاصين حليب وقلاصين كريمة. هنا عندنا احنا الكمية هواية فلذلك كثرنا عندنا الكمية. هنا نخلي ملح، واحنا خالين بالسلق ويا المعكرونة خالين ملح فتكون متملحة، فنحسب كمية الملح بالنسبة للصلصة اللي عندنا وللدجاج. هنا هي ورا ما سلقناها وصفيناها نخليها بالقالب اللي يريد ندخلها بالفرن. ونخلي هاي ورا ما عندنا صارت الصلصة ننزلها هي والدجاج، ننزلها على المعكرونة ورا ما خليناها بالقالب اللي راح ندخلها بالفرن حتى ندخلها نشويها. تقدرون يعني تستخدمون أنواع ثانية من المعكرونة. إذا ما عندكم هاي المعكرونة أنواع ثانية من المعكرونة تصير وأتمنى تجربوها وتعجبكم إن شاء الله، وتنطونا آراءكم. أكلة طيبة وسهلة وسريعة يحبوها الأطفال، ويعني تعتبر أكلات اللي واحد يقدر يستخدمها بالعشاء بالغداء تفيد. فهنا هاي عندنا هنا ذرة مسلوقة خليناها على الوجه. وهسه راح نخلي جبن مبروش، نبرش الجبن على وجه القالب مالتنا على الذرة. وبالنسبة للكميات تقدرون تزيدوها وتقللوها مثل ما قلت لكم.
وراح ندخلها هسه على الفرن على درجة 250 درجة، من فوق ومن جوا مشغلين فرن ولمدة 10 دقائق راح يسوي عندنا، لأن كل شي مستوى عندنا فبس يحتاج له شوية تحميرة. وهاي ورا ما طلع عندنا من الفرن، وشوفوا شكله يشهي وطعمه طبعا كلش طيب. أتمنى تجربوه وإن شاء الله يعجبكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك. إلى أن نلتقي مع وصفة جديدة من قناة حب رمان، في أمان الله.